هاتي الدهب ده يا ماما، انت حرمتينا منه وانت عايشة. الدهب ده من حقي انا وعيالي دلوقتي. سرقت دهب أمي وهي ميتة وعلى خشبة الغسل، ولكن اللي حصل لي بعد كده حاجة محدش ممكن يتخيلها. تعالوا نكمل الفيديو للآخر، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الحكاية بتبدأ من أسرة مكونة من أب وأم و3 أبناء، ولد الكبير أحمد وفاطمة والبنت الصغيرة الملعونة اللي اسمها سامية. الأب والأم كانوا عايشين حياة يعني الحمد لله، كانوا راضيين بحالهم، والأب كان بيشتغل في محل كده يعني بيتاجر فيه يعني على قد حاله. وفي يوم الأب وهو نازل شغله عشان يجري على أكل عيشه في المحل، بدأ كده يجيله شعور بالتعب ويحس بألم كده في صدره. وهو قاعد كده فجأة واحد من جيرانه شافه بالمنظر ده وهو شايفه ان هو بيتألم، دخل عليه ولكن سرعان ما خده على طول وجري بيه على المستشفى. وأول لما راح المستشفى يا دوبك الأب ما خدش وقت، 3 أيام وتوفاه الله. ومن هنا بدأت طبعا المأساة بالنسبة للعيلة اللي فقدت الأب كده فجأة، وهم أصلا أسرة بسيطة. من هنا يقرر أحمد وهو كان طالب جامعي، يقرر إن هو ده جه دوره إن هو لازم يشتغل ويسعى عشان يقدر يعول أسرته الأم والأختين. ولكن طبعا شاف إن مش هينفع إن هو يكمل الدراسة مع الشغل. بدأ يكلم مامته يقول لها إن هو هينزل يشتغل، لكن الأم ما كانتش طبعا مرحبة بكده، وقالت له دلوقتي لو جه دور حد ده دوري أنا اللي أنزل واشتغل عشان أنت تكمل تعليمك. ولكن الابن طبعا ما سمعش الكلام أمه، وكان حابب إن هو يريحها ويشيل مسؤوليتها ومسؤولية إخواته البنات. وفعلا ساب الجامعة ونزل عشان يدور على شغل واشتغل، ولكن اتفاجئ ان المرتبات ضعيفة جدا، لا يمكن تعول أسرة او ان هي تكون مستقبل، يا دوبك بتعيش كده اليوم بيومه. ومن هنا بدأت تجيله فكرة ان هو لازم يسافر بره مصر عشان يقدر يكون مستقبل ويكون حاجة تسنده هو وأهله. ولما فتح الموضوع مع مامته طبعا ما كانتش مرحبة خالص، وقالت له لا ازاي انت عايز تسيبنا لوحدنا. ولكن احمد قال لها انا هتغرب عشانكو وعايز اتعب عشانكو، عشان انت شايفة اختي بدأت خلاص تكبر وعلى وش جواز، واكيد حد هيجي يتقدم لها، مش عايزين نتكسف قدامه ولا نبقى مش قادرين ان احنا نجهزها، وبلاش يعني عشان خاطر كمان الصغيرة هتحصلها بعد كده. وانت عارفة برضو ان انا كان نفسي امنيتي ان انا اجيب بيت يبقى ملك لينا بدل الايجار ونعيش فيه كلنا مع بعض، فدي الفرصة بالنسبة لي لازم احققها وانا بره. الام ما كانش عندها اي حاجة تقولها غير بالتوفيق يا ابني وربنا يفتحها عليك. وفعلا قرر ان هو يسافر بالرغم من ان هو ما كانش معاه فلوس للسفر. بدأ يلم من صحابه ويستلف ويعمل في جمعيات لحد لما كون المبلغ، وبالفعل سافر. وبدأ أحمد يشتغل وكل مرتب يمسكه في إيده يبعته لوالدته على طول. والحمد لله كان الحال بدأ يتغير، والأخت الكبيرة جالها عريس، وطبعا جوازتها يعني هو طبعا جاب لها كل حاجة من الإبرة للصاروخ، وجوازتها كانت سهلة جدا بالنسبة له لأن الأخت دي كانت أخت كويسة وطيبة وكانت راضية بأي حاجة وراضية بقليلها، فما كلفتوش فوق طاقته ولا كانت حابة إن هي تضغط عليه، فما حسش بالجوازة دي قوي. والحمد لله اتجوزت وتم اللي هو كان عايزه، لحد لما جه دور الأخت الصغيرة. وطبعا دي كانت على عكس أختها، عمرها ما كانت راضية ودايما عايزة تاخد أي حاجة، كل اللي تقدر تشيله من أخوها وتحمله من أخوها تاخده. كانت دايما تطلب طلبات فوق طاقته ودايما عايزة وعايزة وعايزة، مفيش أي حاجة بتكفيها. وتقدم لها واحد ده كان من جيراننا واحنا عارفينه من زمان وعارفين ان هو مش اخلاقه مش قد كده، كلنا نصحناها وقلنا لها بلاش، لكن هي كانت عايزاه ومصرة عليه. ما هو زي ما بيقولك الطيور على اشكالها تقع، كان معروف عنه ان هو طماع ومستغل، وزي ما يكون سمع ان بس ان هي ليها اخ بيشتغل بره، وطبعا جه على طول عشان خاطر يطلب ايدها ويتجوزها، طبعا فيها مش حبا، ولكن هي كانت تستاهل ده وما تستاهلش الا ده. وبالفعل وافق اخوها طبعا على الجواز، وبدأ ان هو يجهزها، ومش بيجهزها هي لوحدها، ده كان بيجهزها هي وهو، لان هو كان من النوع برضو التكالي وكان معتمد عليه على اخوها في حاجات كتير، اللي هو بقى بالعشم بقى وانت اخويا والكلام ده كله، وكان يشيل عنه حاجات كتير.
وطبعا الاخت ما كانتش بترضى باي جهاز، يعني الجهاز اللي خدته اختها ممكن تكون هي خدت اضعافه، بتنقي بقى اللي هو ما قل وزنه وكثر ثمنه، اللي هو بتنقي حاجات غاليه، اللي هو عايزه ايه تمص دمه باي حاجه، ومش شايله هم تعبه ولا غربته ولا اي حاجه في دماغها، لحد لما الحمد لله تم جوازها. ومن هنا الحمد لله احمد ارتاح وبدأ يفكر بقى في نفسه، وقال لأمه أنا فكرت يا أمي إن أي مبلغ أبعتهولك أنت بدل ما تحوشيه في البنك ولا حاجة اشتري بيه دهب، وكل لما تجيبي دهب وتشيليه الدهب قيمته فيه وبيغلى وبيعلى، ولما نيجي نبيعه بعد كده لما يجي يبقى يجيب مبلغ كبير وأقدر أجيب البيت اللي احنا كان نفسنا فيه. وأمه طبعا وافقته وبدأت إن هي تجيب دهب، من كل ما يبعت فلوس تجيب هي دهب وتلبسه في إيديها. لكن طبعا الموضوع ده ما كانش يعرفه إلا الأخت الحرباية الصغيرة اللي هي سامية، وهي اللي سمعت بيه وراحت حكت لجوزها على كل حاجة. وهنا جوزها بدأ يقول لها هو انت هتسيبي الذهب ده كله كده في ايد امك واحنا كده ما عندناش حاجة؟ انت عارفة الذهب ده لو بعناه يعمل لنا ايه ويعمل مستقبل لينا ولولادنا ان شاء الله اللي جايين؟ انت فاهمة الذهب ده يعمل له كام ولا يسوى له كام؟ وبعد كده ده حقك يا بنت، ايه المشكلة ما تاخدي حقك، وانتش عرفك ايه بعد كده مين اللي هياخده؟ وبدأ يحرضها وقال لها أنا عندي ليكي خطة عشان إحنا نخلص من أمك خالص ويبقى الذهب بتاعك وتقدري تاخديه. طبعا هي الأم كانت بتعاني من كذا مرض مزمن وكانت بتاخد أدوية كتير، وطبعا هنا بدأت لعبتها الشيطانية وخطتها الشيطانية تنفذها، بأن هي دايما تحاول أنها دايما تكون متواجدة في بيت أمها على قدر المستطاع، وأن هي بدأت تلخبط في الأدوية بتاعتها وبدأت تلخبط لها في العلاج، وفضلت تديها في حاجات ما ينفعش ان هي تاخدها عشان خاطر تسرع وتعجل بأجل امها، ويبقى ساعتها تقدر تاخد الذهب كله اللي في ايديها. لحد لما في يوم الام كانت في السوق فعلا جالها هبوط مفاجئ في الدورة الدموية او حصل لها حاجة من اثر الادوية اللي كانت بتاخدها ووقعت، واول لما وقعت نقلوها على البيت. وطبعا الاخت اول لما سمعت وكلموها جريت جري على بيت امها عشان تكون اول واحدة هناك وتقدر تستفرد بيها قبل ما اختها التانية تيجي. وفعلا اول لما دخلت الاوضة طبعا مشت الناس اللي كانوا جوه الاوضه على اساس ان هي عايزه بقى تودعها يعني عايزه تستفرد بيها شويه وتودعها قبل ما يجوا يغسلوا ويكفنوا والحاجات دي. وفعلا اول لما خرجوا بدأت تنفذ خطتها الشيطانية، بدأت تقلع امها الذهب من ايديها حتة حتة وتحطه في الشنطة بتاعتها، ولا كان عندها اي رحمة ولا اي احساس ولا اي شعور للام اللي مرمية قدامها وميتة بسببها، وكل تفكيرها وحلمها ان الذهب يبقى ملكها هي وجوزها. ونفذت الخطة. وطبعا الأخت جت ما كانش في دماغها أي حاجة إلا أمها وإنها فقدت أمها، ما كانش حد حاسس بأي حاجة. وطبعا أحمد كان مكلمهم في التليفون وقال لهم إن هم ما يدفنوش لحد لما يوصل، وهو كان هيجي على أول طيارة. جه طبعا أحمد وكل كان همهم في الأم والغسل والدفن والعزا، كل ده اللي كان شاغل دماغهم لحد لما عدى كده 3 أيام بتوع العزا، وبدأ كل واحد يفكر شوية أو يستعيد التفكير شوية. هنا أحمد بدأ يسأل الأختين ويقول لهم هو فين الذهب اللي ماما كانت بتحوشه معاها؟ هنا ردوا الاتنين دهب إيه؟ وطبعا منهم سامية الملعونة، دهب إيه؟ إحنا ما نعرفش حاجة عن الذهب. فأحمد سكت شوية وما كانش عنده أي ذرة شك في اخواته ولا أي سوء نية، وقال أكيد ماما كانت شايلاه بقى في أي حتة في الدولاب أو شايلولي في حتة هندور عليه إن شاء الله وهنلاقيه. وما كانش عنده أي شك إن هم مربيين حية في بيتهم، لكن عدالة ربنا فوق كل شيء. وطبعا شقاه راح وتعب وكله راح بسبب أخته. وبعد كده اللي حصل ما لا يحمد عقباه. بعد كده بدأت البنت الصغيرة الملعونة بعد ما أخوها سافر بدأت تلبس بقى في الذهب وتتسيغ بيه، لحد لما في يوم بدأت تحس كده بألم في صوابعها وفي إيديها، وفضل الألم اللي في صوابعها دوت مستمر لحد لما قررت إن هي تروح وتكشف وتشوف إيه الموضوع بالظبط. الدكتور هنا يفاجئها ويقول لها إنها عندها مرض نادر جدا، وبدأ بالصوابع، ولما ازرقت خلاص كده لازم الصوابع ان هي تتبتر ويتم بترها عشان خاطر المرض ده ما ينتشرش في بقية الدراع وما نضطرش ان احنا نعمل بتر للدراع بالكامل.
وطبعا هي لما سمعت الموضوع ده اترعبت وخافت، وفضلت برضو مطولة في الوقت، وعشان هي خايفة انها تقدم على العملية دي، لحد ما مر بيها الوقت وبدأ الموضوع فعلا يوصل لدراعها. وهنا يقرر الدكتور ان لازم تتبتر ايديها من الكف لغاية الدراع. وهنا طبعا كانت عدالة ربنا، وهنا الايد اللي شالت الذهب اللي هي كانت طمعانة فيه وسرقاه من امها اللي هي موتتها بنفسها يترد لها ويتقطع ايديها اللي عملت كده. وهنا تقرر ان هي تفوق لنفسها من يوم ما فاقت من العملية وما لقيتش جوزها الندل جنبها، سابها وباعها. اول لما فاقت قال لها ما تلزمينيش، هعمل بيكي ايه، احنا محتاجين كده حد يخدمنا، انت كده ولا هتخدمينا ولا هتعملي اي حاجة معانا، يلا اشوف وشك بخير. وسابها. وطبعا هنا فاقت لنفسها وعرفت مدى جرمها والغلط اللي عملته، وندمت وقررت انها تعترف لاخوها، وراحت اعترفت لاخوها واعتذرت له عن اللي هي عملته، وحكت له كل حاجة من اول ما قتلت امها او ادتها الادوية الغلط لحد لما سرقت الذهب. لكن رد اخوها كان هو الاغرب، ان اخوها سكت شوية وبعد كده قال لها ذهب ايه اللي بتكلميني عليه، تقدري ترجعي لي امي اللي راحت؟ لما ترجعيها هبقى سامحك. وكانت دي الكلمة اللي يعني وجعت قلبها. وطبعا دي كانت عدالة ربنا، وده اللي احنا عايزين نقوله من الفيديو دوت. الطمع والناس اللي بتتربى على الطمع من وهي صغيرة يبدأ يكبر معاها لحد لما ما يهمهاش اي حد ويدوس على اي حد عشان ياخد حقه وحق غيره. عمر ما عينه تتملي بأي حاجة مهما ربنا اداه. اللي ما عندوش رضا وعنده طمع ويوصل بيه الجرم ان هو يجي على اقرب الناس ليه، وان هو يعني ان هي تموت امها، فخلاص هي كده فقدت انسانيتها تماما، والطمع كان هو نهايتها وكان جزائها من جنس العمل. فياريت تاخدوا بالكم من حاجه زي كده، وربنا يحفظكم ويكفينا ويكفيكم شر الطمع، ويدينا يا رب ويرزقنا الرضا. ارضى بما قسمه الله لك تكن اسعد الناس. ودي كانت حكايه النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه وشير، واستنوني كل يوم في حلقه جديده، حكايه جديده او مشكله جديده من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.